اهلا بيكم. ازيكم؟ في الفيديو اللي فات حكيت لكم عن مشكله بتواجه واحد من عملائنا، وهي عياده ديرماتولوجي. كانت اكبر مشكله بتقابله هو انك بيجيله كميه رسائل كتيره جدا وما بيلحقش يرد عليها، وساعات بيروح منه العميل علشان ما بيقدرش يرد عليه في وقتها. بعدها حكيت لكم حلينا ازاي المشكله بتاعته ديت، بان احنا طورنا له شات بوت بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، بيتفاعل مع الجمهور بتاعه بشكل زي الانسان بالظبط، لدرجة ان انت مش ممكن تميزه ما بينه وما بين بني ادم حقيقي. وفي الفيديو اللي فات سألناه اسئلة كتيرة جدا على الموقع بتاع العميل، وقلت لكم ان ده مش موقع العميل لخصوصية العميل. وسألناه اسئلة عن الاسعار والموبايل والعنوان والخدمات والطبيب المعالج، وسألناه شوية أسئلة كده وانتوا شفتوا الإجابة كانت إزاي في لحظتها. بالشكل ده هو قدر يوفر الموظفين اللي بيشتغلوا في خدمة العملاء يرد على أكتر من عميل في نفس اللحظة، ممكن يوصل ل100 ألف عميل في اللحظة، وبيرد على كل الناس في لحظتها وبنفس التون بدون ما يكل أو يمل من الأسئلة بتاعت العملاء. وكمان حكيت لكم عملنا إزاي الشات بوت اللي بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، وحكيت لكم كمان هو إزاي بيشتغل في الخلفية، يعني إزاي صممناه وإزاي دخلنا له الداتا الاول وعلمناه عليها وهو قسمها لشانكس، وبعدين جه اليوزر سأل وازاي طلع الداتا ديت من الشانك ورد على العميل. وحكيت لكم ان كل ده عاملينه باستخدام حاجه اسمها فلو وايز، وقلنا عليه ان هو برنامج مفتوح المصدر، يعني تقدر تعدل عليه زي ما انت عايز. ودي الواجهه بتاعته. في الواجهه بتاعته انت كل اللي بتعمله بتوصل شويه نوتس ببعض، وبعدين بتساله الاسئله اللي انت عايزها بعد ما تدربه على المحتوى، وهو بيرد عليك في لحظتها. وحكيت لكم ان الانستليشن بتاعه سهل جدا، عبارة عن امرين اتنين وبتنفذ الانستليشن. وحكيت لكم ان هو بيشتغل على اكتر من LLM، وشرحت لكم ايه LLM، وقلت لكم بسهولة تقدر تسطبه او تشغله على الويب سايت بتاعك، او تشغله على الواتساب او على الفيسبوك ماسنجر، وقلت لكم ازاي هنشوف الكلام ده. واهم ميزة قلت لكم عليها ان هو مجاني تماما. في الحلقة دي حابب اعرفكم على فلورايز نفسه واوريكم شكله عامل ازاي، وهو ده بالظبط عيادة الليزر اللي احنا عملناه. كل اللي عملناه هنا هو وصلنا شوية نوتز ببعض، لان هو الفلو وايز مبني على اللانج تشين. اللانج تشين هو عبارة عن برنامج بيستخدم الاكواد، فهم حولوا الاكواد ديت لاشكال زي ما حضراتكم شايفين. تقدر توصل الاكواد دي ببعض او توصل بمعنى اصح النوتز ببعض، وتطلع منها ببرنامج متكامل مكتوب بالكود في الخلفية، انما انت ما استخدمتش اي كود تماما وانت بتعمله. فانا لو جيت هنا وحبيت اساله اي سؤال، خلينا نجرب نسال مع بعض سؤال. فانا سالته هنا ايه الخدمات المتاحه، على اساس ان هو يرد عليا، وفي لحظتها رد عليا وقال لي الخدمات المتاحه في العياده هي ازاله الشعر، علاج تجديد البشره، ازاله التصبغات والبقع الداكنه، علاج حب الشباب. ممكن اساله على اي حاجه تخص المواضيع ديت وهو يرد عليا، يعني مثلا عن حقن الفيلر. فانا هنا سالته قلت له حقن الفيلر، وهشوف هيرد عليا يقول لي ايه. نعم، حقن الفيلر من الخدمات اللي بتقدمها العيادة. لو عندك اي استفسار ممكن تتواصل معنا بشكل مباشر. طب اتواصل على ايه؟ لان الدكتورة اماني هي الدكتورة المتواجدة في العيادة، فانا هسأله اتواصل ازاي، وهستنى يرد عليا. بعد ما قلت له اتواصل ازاي، في لحظتها رد عليا واداني رقم التليفون، وقال ان ممكن تبعت لنا رساله على الفيسبوك او الانستجرام، ولو عايز تتحدث مع ممثل بشري يمكنك ترك رقم هاتفك وسيتم الاتصال بك في اقرب وقت بكل سهوله. ده مثل من الامثله اللي عملناها لواحد من عملائنا، اللي فيها عملنا له شات بوت بالذكاء الاصطناعي بيرد زي البني ادم بالظبط. ومن هنا حابب ان انا اشرح لكم انواع الشات بوت. حابب تعرفوا ان الشات بوتس نوعين، نوع معتمد على البري ديفايند سيناريوز او السيناريوهات المحدده مسبقا، والنوع الثاني هو الانتليجنت اللي هو الشات بوت الذكي. اول نوع هو كل اللي بيعمله ان انا بحدد سيناريوهات مسبقه، وبعدين ببتدي ادي العميل ازرار. في الازرار دي هو بيختار ازاي السيناريو هيمشي بعد كده. لو اختار يس هنمشي في سيناريو معين، لو اختار نو هيمشي في سيناريو معين تاني، او احط له مجموعه خدمات وكل خدمة بتوديه لسيناريو معين. بالظبط عاملة زي خدمة العملاء لو اتصلت بالبنك، بيقول لك اضغط 1 عشان خاطر تروح لكذا، او اضغط 2 او اضغط 3. انما لو ضغطت اي ضغطة هو مش متسجلة عنده مش هيقدر يتصرف. وده اكبر عيب فيه، ان هو محدود جدا، عنده سيناريوهات ماشي عليها، ولو خرجت عن السيناريوهات دي مش هيقدر ان هو يتصرف، وبتحتاج ان انت تتدخل من وقت للتاني. النوع التاني اللي مبني على الذكاء الاصطناعي، وده انت بتدربه على المحتوى بتاع العميل، بتدربه على المحتوى
واللي بيعملوا خدمة العملاء عند العميل، وهو بيقوم بنفس الدور بالظبط ويرد على عدد كبير من الناس بنفس الشكل وبنفس الاسلوب بس بردود مختلفة. يعني مش كل مرة هيرد نفس الرد، لا هو كمان بيطور من نفسه وبيحسن من نفسه وبيتعلم من كل سؤال بياخده من العميل. وبكده اكون شرحت لكم انواع الشات بوت. خلينا نخش دلوقتي في التفاصيل وازاي عملنا الشات بوت ده من البداية للنهاية. انا اسمي هاني جرجس ودي قناة AI بالعربي. مستعدين؟ يلا بينا. ودلوقتي جه الوقت اللي هنعمل فيه سيت اب لفلو وايز عشان نشتغل عليه. مبدئيا في طريقتين عشان نعمل سيت اب لفلو وايز. اول طريقه هو ان احنا نعمل سيت اب على اللوكال هوست او بمعنى صح على الجهاز الخاص بينا. اما الطريقه التانية فهي على الكلاود او على السحاب عشان نقدر نخش على فلو وايز من اماكن مختلفه. اول حاجه هنعملها هنخش على موقعهم flowwiseai.com، وبمجرد ما نفتح الموقع هنلاقي الموقع بالشكل ده. هننزل لغاية تحت شوية لغاية ما هنلاقي المكان بتاع الانستليشن. قبل ما نعمل انستليشن وندخل الاكواد دي لازم يبقى عندنا نوت جي اس على الجهاز بتاعنا. لو ما عندكش نوت جي اس هتخش على موقع node.js.org وهتنزل الابليكيشن بتاعهم تعمل له سيت اب وهتبقى جاهز بعد كده ان انت تدخل الاكواد. عشان تدخل الاكواد دي هتفتح start cmd وهيفتح معاك الكوماند برومبت. بمجرد ما يفتح الكوماند برومبت هندخل اول امر اللي هو npm install -g flowwise. انا اخدته كوبي وهحطه معايا هنا اهوت وهيبتدي يعمل انستليشن لفلووايز. هياخد شويه وقت، هرجع لكم تاني بعد ما يخلص. ودلوقتي زي ما انتم شايفين هو خلص الانستليشن وبكده خلص اول امر. هخش اكتب له تاني امر اللي هو مكتوب على الويب سايت بتاعهم برضو. هعمل له كوبي وبيست زي ما هو وهسيبه يرن لغاية ما يبقى جاهز. هياخد برضو شوية وقت وهرجع لكم تاني بعد ما يخلص. وبكده هو خلص وبيقول لي ان flowwise server is listening at port 3000. عشان ابتدي اشغل flowwise كل اللي انا هعمله ان انا هفتح صفحة ويب جديدة وهدخل فيها اللوكال هوست نقطتين فوق بعض 3000 وهدوس انتر. هيفتح معايا flowwise. في البداية اول ما يفتح مش هيبقى فيه ولا فلو من اللي انتوا شايفينه دوت. انا عشان خاطر كنت بعمل تيستنج بيه فهتلاقي عندي فلوز موجودة، بس انت لما تفتح هتلاقي flowwise فاضي تماما مفهوش شات فلوز. حابب بس اضيف لك معلومة زيادة، هو ان في اي وقت لما بينزل ابديت لفلووايز كل اللي عليك تكتبه هو انك تكتب الكود ده npm update -g flowwise وتدوس انتر وهيعمل ابديت. اما لو حابب تشيل flowwise تماما من على جهازك بسهولة جدا هتقدر تكتب الامر ده npm uninstall -g flowwise. ودلوقتي خلينا نرجع تاني علشان نشوف flowwise in action. حابب بس اشرح لكم الصفحة الرئيسية لفلووايز بعد ما عملت له سيت اب. من هنا بقدر اخش على السيتنج، من هنا بقدر احوله دارك مود او لايت مود، من هنا باد نيو فلو، وبعدين على الشمال هتلاقي المنيو بتاعتي. اول حاجة فيها الشات فلوز ودي الشات فلوز اللي انت عملتها بايدك. تاني حاجة ايجنت فلو دي هنتكلم عنها برضو، الايجنت فلوز اللي احنا عملناها بايدينا. اما الماركت بليس فهي نقطة بداية رائعة ليك علشان خاطر تبتدي من نقطة حد انتهى منها قبل كده بدل ما تبتدي من الزيرو. في الماركت بليس هتلاقي كتير قوي من التمبلتس الجاهزة، زي مثلا تمبلت الترانسليتور. لو عايز تبتدي بتمبلت ترانسليتور هتقدر تخش على بيزك وتنزل لتحت هتلاقيه. لو عايز تبتدي بشات بوت عادي هتخش على شات بوت ومن هنا تقدر تعمل conversational chain او simple chat engine. ولو عايز تخش على حاجة ليها علاقة بالكاستمر سبورت فهو مجهز لك فلو للكاستمر سبورت وهكذا. التولز دي مجموعة تولز احنا ممكن نعملها بايدينا ودي اللي بتساعدك تعمل انتجريشن لفلووايز مع ابليكيشنز تانية. تقدر كمان تعمل اسيستنس من هنا، ودي الكريدنشلز بتاعتك هنتكلم عليها بعد كده. ودي لو في variables API keys هنتكلم عليها برضو بعد كده، والدوكيومنت ستور اللي هنتكلم عليه بعد كده. وبكده اكون اديتك لمحة سريعة عن الشاشة الرئيسية لفلووايز. احنا لسه ما ابتديناش، لسه ما عملناش حاجة، احنا بس عملنا سيت اب لفلووايز على اللوكال. في طريقة تاني ممكن نعمل بيها سيت اب لفلووايز على اللوكال، هو ان احنا نعمل الانستليشن في فولدر معين. لو حابين تعرفوا الطريقة ديت اكتبوا لي في الكومنتات وانا هكتبها لكم او هعمل لكم فيديو عنها. الطريقة التانية هو ان احنا نعمل سيت اب لفلووايز على الكلاود، ودي هنتكلم عنها في فيديو جديد.
اتمنى اكون فدتكم لغاية دلوقتي، واستنونا في الفيديو اللي جاي اللي هنشرح فيه ازاي عملنا شات بوت للعيادة باستخدام فلو وايز. اشكركم جدا على مشاهدتكم، اشوفكم على خير.